السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وانتم تشوفوا في الفيديو تاع نهار اليوم، وهذه الوصفه التقليديه جبت لكم اليوم. هذه الوصفه التقليديه كاين اللي يعرفوها كاين لا. اليوم الوصفه راح تكون من عند نانا ولا الجده تاعي، ان شاء الله ربي يحفظها ويحفظ كامل الامهات يا ربي. كما راكم تشوفوا في الفيديو جبت لكم اليوم هذه الوصفه تاع كسره تاع الرغده ولا الشعير. ديروه هكا، ديروا كسرة وتاكلوها باللبن ولا ديروا بالزراوي. اليوم حنشارك معكم زوج وصفات، الوصفة هذيك الأولى تاع الكسرة، وراح نزيد نشارك معكم هذه الوصفة تاع الزراوي تاع الرغدة. الرغدة اللي هي الشعير، اللي كان ما عرفتوهاش، الشعير مرحي كانوا يديروا هذه وصفة تقليدية. كانوا يديروها بكري ومليحة بزاف، خاصة للناس اللي عندها القولون. هنايا أول حاجة كانت نانا ناضت بكري وخمرت هذا كيما نقولوا هذا الرغدة. تروحوا عند اللي يبيع لي زيبيس ولا العقاقري كيما نقولوا له حنايا، وقولوا له اذا عنده الرغده وتشريوها بالميزان. هنا كانت دارت الماء لازم يكون سخون يغلي مع شويه ملح وشويه سكر، وتخليها تتخمر مليح حوالي ساعه هكاك. شوفوا لهنا بعد ما تخمرت راح تشكل عندنا عجينه. شوفوا لها لهنا كيف راهي دير، شوفوا الطريقه كيف عجنتها. راح تحاول هكا دير لها الماء باه تحصل على عجينة تكون متماسكة. لهنا راح تشكلها على قرصة، وفي كل مرة راهي تعاون بالماء باه ما تتفتتش معاها العجينة وتبقى مجمولة. شوفوا لهنا دارت شوية ماء في القصعة باه تبدا تقرصها عادي كيما نديرو الكسرة. ان شاء الله يا ربي الفيديو تاع نهار اليوم يعجبكم. الفيديو خفيف ظريف، حبيت نشارك معكم هذه الوصفه التقليديه، ويجي هذا الزيراوي بزاف بزاف بنين. البنات قبل ما يكمل الفيديو وراكم تشوفوا الفيديو ديروا جيم وابوني، وما تنساوش تخليوا لي تعليق هكا باه نزيد لكم وصفات جدد وفيديوهات باذن الله. لهنا بالنسبه للطياب لازم نطيبوه في هذا الطاجين اللي يكون مسرح، ماشي هذاك تاع اللي نطيبوا فيه الخميره. هذا طاجين المسرح. بما انه العجينه هذه تتلاصق بزاف، يعني لازم تكون وحده اونسيا تعرف لها بها يقدروا يديروا هذه الكسره. لهنا نانا هي اللي دارتها، وبيان سور راح نديهم عندها الطريقه باذن الله باش نعرف منه هكا نديرها. شوفوا اللي هنا حطيتها الطيب، وعادي النار كيما نطيبوا الكسره، وتخليوها حتى نطيب مليح من التحت باه تقدروا من بعد تقلبوها. هنا بعد ما طابت شوفوا هكا راح يجي الشكل تاعها، بما انها يعني من الشعير راح تطيب بهذا الشكل. كما قلت لكم هذه الكسرة بزاف صحية وتوالم بزاف الناس اللي يكون عندهم قولون ولا يعني يعانيوا من الامراض هذوك تاع المعدة، ولا راح تساعدكم بزاف. شوفوا لهنا بعد ما طابت تجي بزاف بزاف بنينة، خاصة لهنا شوفوا بعد ما طابت رافقتها مع البن. الله الله، كاين بزاف يعني ابائنا ولا امهاتنا يشتيو هذا النوع من هذه الكسرة، تجي بزاف بنينة يعني خير من تاع القمح. هنا ديروا شوية البن ولا كاين عندكم التمر ثاني وتاكلوها بالصحة والهنا. لأنا بعد ما كملت هنايا الكسرة حبيت نزيد نشارك معاكم الزراوي كيفاه يجي بهذا الكسرة يا بعد تاع الرغدة. شوفوا لهنا جات ما شاء الله. نروحوا لهنا بالنسبة كيفاه نديرو الزراوي. راح نجيب كمية من هذيك الكسرة اللي طابت وراح نهرسها ولا ترحيوها في لاشوار تاعكم كيما تحبوا، وتجيبي شوية تاع زبدة وشوية تاع الغرس ولا التمر، ديروهم في كاسرون هكا وتحطوهم يذوبوا مع بعضاهم حتى هذاك هذا التمر ولا هذا الغرس يذوب لي مع الزبدة يرجع طري. عادي كيما مالفين نديرو زراوي، سبقت شارككم بالزراوي تاع الكسرة عادي اللي نديروها. شوفوا لي لهنا بعد ما رحاتو ولا هرساتو لازم كي تبغيو ديروا الزراوي لازم تبعدوهم ولا هكا تفتحوهم على بعضهم كيما راكم تشوفوا في الفيديو باه ما يجيكمش معجن ويجيكم خفيف. ما تنساوش البنات اللي ما دارتش جام دير جام، واللي مش مشتركه تشترك في القناه وتخلي لي كومونتير
باه يلحقكم كل جديد بإذن الله. لهنا بعد ما هذاك العسل مع الغرس ذابوا مع بعضاهم، لهنا راها يتنحي غير في الغرس. أنا الزبدة راهي خلّيتها في هذاك الكاسرون، وتبدا تدخّل فيه هذا الغرس مليح في هذيك الكسرة تاع الرغدة، كيما راكم تشوفوا. لهنا باه تضيف هذيك الزبدة تكمّل هاكا تدخّل مليح هذاك الغرس في الكسرة. وبهذه الطريقة نكونوا تحصلنا على أبن زيراوي تقدروا ديروه وترافقوه مع اللبن كيما راكم تشوفوا، كيما رافقته أنايا. ونكونوا لحقنا لهنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفة تاع اليوم، الوصفة هذه التقليدية الغنية عن التعريف اللي تقريبا يعرفوها كامل، خاصة ناس الشهوية وناس الشرق. شهيتكم في الجنة إن شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، تلاقوا في وصفة أخرى وفيديو آخر إن شاء الله.